القلب هم يشرق، أنه هذا قلب الإنسان اللي هو عرش الرحمن، اللي هو أفضل من كل الكواكب والمجرات، متى تشرق عليه شمس نور الله سبحانه وتعالى؟ هسه نور الله المادي يطلع من تطلع الشمس، نور الله المعنوي يمتى يطلع؟ يظل القلب دوم مظلم. يعني باختصار مأذنة القلب متى تقرأ دعاء الصباح؟ هذا اللهم يا من دلع لسان الصباح بنطق تبلجه. يمتى الصباح يصير في القلب؟ خو الصباح اللي في الدنيا يصير، بس الصباح اللي تشرق به شمس الله على قلب ابن آدم يمتى؟ بحيث القلب يصير نوراني. يمتى يشرق قلبي يمتى يشرق وتخرج شمس المعارف وشمس المحبة، وأنا يمتى أصير مشع؟ وكو واحد لا يمتى ما تشوفه هو مشرق، وكو واحد لا يغيم ويمطر. إخواني شكو شي بالظاهر تلقونه بالباطن. أكو مطر بالظاهر، أكو مطر في الباطن. أكو شمس في الظاهر، أكو شمس في الباطن. أكو قمر في الظاهر، أكو قمر في الباطن. أكو زلازل في الظاهر، أكو زلازل في الباطن. أكو عواصف في الظاهر، أكو عواصف في الباطن. وما أكثر عواصف النفس. شايفك كل ساعة وجايك هوا جديد، رايح يركض ورا الهوا، وكل ساعة وصايرة الدنيا زلازل، وزلك صاحبنا وطاح. هاي الموجود برا موجود جوا. الأنواع الجوية مالتك ايش تقرأ؟ هاي قلبك صحو لو الدنيا ليل. هي هاي شكو شي بالظاهر من الظواهر الكونية تجدوه في الباطن بواطن كونية. فأنت شوف جغرافية نفسك شنو ايش تقرأ. متى تشرق الشمس؟ احنا دوم نقول اللهم يا من دلع لسان الصباح، بس يا صباح قلبي، صباح عقلي، صباح روحي، صباح نفسي، يا صباح. اللهم يا من دلع لسان الصباح بنطق تبلجه. قلبك يمتى يحكي بحكي الله؟ لازم يروح الليل. إذا ما يروح الليل ما يجي الصبح. هاي الدنيا هم دنيانا، هم هي نهار وليل، وهي هم مقضية ما طولها كل ليل ونهار، تقضي. إذا مو اليوم تخلص باكر تخلص. دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواني. إذا مو اليوم تلتحق باكر تروح. خلاص كنا رايحين، لكن كون ما رايحين وإحنا الليل. متى يشرق القلب؟ تشرق الشمس الإلهية على قلب ابن آدم حينما يتجاوز الليل. متى يتجاوز الإنسان ليله؟ هنا لازم نوقف على موضوع التخلية، أي أن الإنسان ما الذي يحجب شمسه؟ مثلا على سبيل المثال افترضوا المناطق الجبلية الشمس تشرق بها متأخرة، يمكن الشمس تطلع عندهم 10 الصبح مثلا. بالحقيقة الشمس طالعة من وقت، لكن شنو اللي حجب أهل هاي القرية اللي جوا؟ الجبال اللي تحيط داير ما داير الإنسان اللي ساكن هناك، فما يشوف الشمس وقت طويل. لما تقدر الشمس تعبر الجبل وتوصل. ترى هاي السالفة أخت هذيك اللي داير ما داير قريته جبال والذنوب والمعاصي والملكات السيئة. الشمس ما تشرق عليه من وقت، ويجوز يموت وهم ما تطلع الشمس. ليش؟ لأن حجاب. شيل هذا الحجاب. متى تشرق الشمس؟ حينما يرتفع الستار، حينما يرتفع ستار الذنب، ستار المعصية. فإذا الإنسان أزال هذه الحجب، شالاها، طلعها، قعد ويروحها واشتغل نفسه 1 2 3 4، تبدي اللوحة تنظف، يبدأ الضوء يدخل. كما هو حال مثلا الشبابيك الملوثة. اكو شمس موجودة، لكن ليش ما تطلع؟ ليش ما اشوف الشمس؟
لأن اكو حجاب، فكل ما تنظف حجابك كل ما تطلع شمسك. الله هو يتبنى نورانية القلب، فيرى بعين غير عيوننا، يسمع بأذن غير آذاننا، يدرك الحقائق غير إحنا ندركها. لكن أنا إذا أجيب وألطش بشباكي، أجيب وأعبي ظلمات، أجيب وأضيف سواد، ما بيها فائدة. الدنيا مقضية، هي خلصانة بالطاعات وخلصانة بالسيئات، بكل الأحوال هي خلصانة سواء قضيت عمري بالطاعة أو قضيت عمري بالمعصية. لكن الحسرة الشديدة أن ينفذ العمر وأنا ما طالع شمسي.